تخيلي تصحي من النوم تلاقي راجل غريب واقف قدام أوضتك في بيتك، والكارثة إنه مش غريب، ده صاحب ابنك اللي ساكن معاكم من سنة. أنا اسمي سعاد، أرملة من 5 سنين، وابني علي هو كل حياتي. من ساعة ما أبوه مات وأنا شايلة البيت على كتافي، وهو كان سندي. ولما دخل الجامعة في القاهرة قلت له هات صاحبك اللي من بلدكو يسكن معاك بدل ما تاخد شقة لوحدك. وبالفعل سيف جه وساكن معانا، شاب محترم مؤدب وكنت بعتبره زي ابني التاني. بس اللي حصل بعد كده ما كنتش أتخيله حتى في كوابيسي. في يوم كنت نايمة في العصر وصحيت على صوت خبط خفيف. قمت مفزوعة، لقيت الباب مفتوح شوية وسيف واقف بيبصلي بنظرة غريبة، نظرة عمرها ما كانت نظرة ابن لصاحبة البيت. قمت وأنا متوترة وقلت له في حاجة يا سيف؟ قال لي بابتسامة خفيفة معلش يا طنط، كنت بس بدور على المفتاح، باب الشقة كان مفتوح، بس أنا كنت حاسة إن دي مش الحقيقة. ومن ساعتها بدأت أبصله بشكل تاني. من اليوم ده وأنا مش مرتاحة، كل ما أشوف سيف قلبي يدق بشكل غريب. وأنا ست مش صغيرة بس كمان مش عجوزة، وكنت دايما شايفة نفسي بس أول مرة أحس إني أنثى من بعد موت جوزي. في مرة كنت في المطبخ بعمل أكل، دخل سيف ووقف ورايا وسألني ريحته حلوة قوي، ده إيه؟ كنت لابسة ترنج بسيط وشعري ملموم، بس طريقته كانت مش طبيعية. قلت له بهزار تقيل وأنا متوترة ده طبيخي اللي ريحته حلوة مش أكتر. ضحك وقال لي لأ، قصدي ريحتك أنتي. سكت، أنا حرفياً معرفتش أرد، اتشليت. بس بدال ما أطرده حسيت بحاجة جوايا بتتفتح من تاني. بقيت أضبط لبسي وأنا طالعة، أغير تسريحة شعري، أختار كلمات معينة وأنا بكلمه. وفجأة بقيت مستنية اللحظة اللي ابني يكون فيها بره البيت عشان أفضل لوحدي معاه. بس اللي حصل بعد كده خلاني أرتجف من الخوف ومن العار. في يوم كان عليا خارج وسيف رجع بدري فجأة. دخلنا في حوار غريب، قرب مني، لمس إيدي وبصلي بنفس النظرة اللي ما تتفهمش غلط، وسألني هو ينفع؟ قلت له وأنا بصوتي بيرتعش ينفع إيه؟ قال لي بكل برود إننا نكمل اللي بدأناه من غير كلام كتير. وساعتها القاضي قال الخيانة ساعات بتقتل، مش بس المشاعر، بتقتل البني آدم نفسه. بدأنا نغلط، أنا مش هكدب عليكم، اللي حصل كان حرام، بس كنت فاكرة إن قلبي لسه بيعرف يحب، وهو كان بياخد اللي عايزه وسايبني أتور في مشاعري. كنت بضحك قدام ابني وأقول لنفسي أنا لسه مرغوبة، أنا لسه ست، بس الحقيقة أنا كنت لعبة في إيد شاب فاسد ما يعرفش يعني إيه احترام ولا حدود. وفي مرة دخل ابني فجأة ولقانا قاعدين قريبين من بعض بطريقة ما تتفصاش. سيف قام بسرعة وأنا قلبي وقع. عليا وقف وبصلي بنظرة قهر، انتي ايه؟ دي مرات ابويا. قلت له وانا بعيط مش زي ما انت فاكر. صرخ وقال لي كنتي بتحبيه؟ سكت، ما قدرتش انطق. ومن اليوم ده سيف اختفى وما عرفناش له طريق، بس اللي عرفناه بعدها بشهر قلب كل حاجة. لقوا سيف مقتول مرمي في خزان مهجور في المنصورة. والمفاجأة الأكبر اللي اتقبض عليه هو علي ابني. ابني قتل صاحبه بإيده، مش بس عشان خانه، لأ، عشان خان مراته، خان ثقته، خان بيته، خان كل حاجة كانت بتحميه. أنا ضيعت ابني وضيعت نفسي عشان لحظة ضعف. النهاردة كل يوم بروح أزوره في السجن وابص في عينيه وأقوله سامحني يا علي، أنا السبب في كل ده. وساعتها القاضي قال الخيانة ساعات بتقتل، مش بس المشاعر، بتقتل البني آدم نفسه.